ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عدى اسبوعين وما تقابلناش. عايزين نكمل بقى بس موضوع يعني الايجيبشن دراما بتاعنا. بس انا عاجبني قوي امم التفاعل الرهيب اللي حقيقي. حصل. صح، ده ايا حقيقي. كان هم افتكروا احنا مين مع مين ولا مين، احنا مش مع حد مم. ولا ضد حد. بص، احنا محايدين، بس طبيعي ان احنا عندنا اراء لازم نقولها. يعني احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على كذا مسلسل، وانا قلت لك ان انا بعد رمضان هتابع المسلسلات اللي ما كانش عندي وقت بصراحه ان انا اتابعها. الحقيقه شفت مسلسل الست موناليزا، وشفت المتر سمير، وشفت حكايه نرجس. فالنهارده بقى عايزين، طبعا انت شفتهم، انا عارفه ان انت اتفرجت عليهم، فعايزين النهارده بقى نتكلم باستفاضه عن المسلسلات دي. الست موناليزا الحقيقه ابداع من الفنانه مي عمر. الحقيقه فاجئتني. انا كنت عارفه ان انا لما اتفرج على المسلسل، وانا قلت الكلام ده في رمضان، ان انا بعد رمضان هتفرج على المسلسل. ابدعت مي عمر، بس في بقى حد في المسلسل انا مش عارفه ازاي الناس ما اتكلمتش. شيماء سيف. ايه ده يا محمد؟ ايه؟ كوميديانه هايله. هي اصلا بتعمل مشهد مش كوميدي بس انت مبسوط وانت بتتفرج عليها. ايه العظمه اللي شيماء؟ كلمني عن شيماء. ايه لا رايك؟ بصي، شيماء من الممثلات. اصل في كده ناس معجونين بعجينة التمثيل، هم من فصيلة الموهوبين. يعني في فصيلة كده، احنا بالاخص دول بيبقوا بتوع مسرح، هم فصيلة الموهوبين. انت بتاخدي منهم تمثيل، ده حقيقي. تاخدي منهم اداء في حتة تاني. هو موضوع المسرح ده هو اللي بيصنع هؤلاء. طب التالنت، موهبه. ما هو الموهبة. يعني انا حاسه ان شيماء عندها موهبه جباره، عندها حضور على الكاميرا، عندها مشاهد انا كنت بستناها في المسلسل جباره، عامله دور رهيب، وليها مساحه بصراحه، المخرج مديلها مساحه كويسه، فعارفه تعمل الدور. وخلي بالك يا محمد، المساحه برضو مع الفنان بتفرق، ان هو ياخد مساحته، يبقى انا حاسه ان هي دورها كان تلقائي بزياده. هي بتتعامل فنانه. انا شايفه ان شيماء سيف نجمه، ويعتبر دلوقتي هي بالنسبه لي رقم واحد، ان هي في الكوميديا بتضحك على الاقل في المسلسلات. هي دورها مش كوميدي، بس هي بتمثل الدور بطريقه كوميديه، انت مبسوط وانت شايفها. لكن الحقيقة برضو ان مي عمر بتتطور كل سنة. ادائها بيوصل لمراحل عالية جدا جدا جدا. ده حقيقي. من الاداء، يعني مش الشكل. بتتقمص الشخصيه، بدات خلاص تدخل جوه الادوار وتقمص الشخصيه بطريقه. وخلي بالك برضو هي مي اموره، مي عندها كاريزما، ووراها مايسترو. ده حقيقي. المايسترو بتاع مي عمر محمد سامي. فهو وراها مايسترو محمد سامي. من اول ما راهن على مي عمر في لؤلؤ نجح، هو راهن عليها. اكتساح زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. هو مشروع مي عمر ونجح فيه. هو راهن عليها، ده حقيقي. وبدات تخش في الاجواء التنافسيه. يعني خلاص هي عندها دلوقتي جمهور كبير جدا، تخش تعمل اي دور بمنتهى السلاسه ويسر، بتذاكر كويس. وراها مدير فني رهيب محمد سامي. فمي عمر خلاص انا حطيتها في مصافي النجوم. كلامك يا محمد بيقول ان اي حد بينجح لازم يبقى فيه داعم وراه، صح؟ طبعا مفيش حد بينجح كده، مفيش نجاح بيجي كده، والا ما يبقاش نجاح. مفيش نجاح بيجي كده صدفه. عمرك شفت حد نجح صدفه؟ محمد رمضان عنده قدره عاليه على النجاح بدون اي دعم. بصي، مش عارفه، يعني انا بشوف محمد رمضان مهما بيحصل له من صدمات او مواقف، بيعرف يقف على رجله تاني لوحده، بس بايه؟ بالجمهور. الداعم الاول لمحمد رمضان حب الجمهور ليه. هو انت تعرفي محمد رمضان شيء قد ايه؟ هو ده اللي بقوله. علشان ياخد مشهد طلع بكتافه، طلع لوحده في مسلسل. لا، ما انا بقول لك، انا عارفه محمد رمضان. ما هي دي المقارنه اللي بقول لك عليها. محمد رمضان دعم نفسه بموهبته وحب الجمهور ليه. بص، ومعلش، المسلسل اللي عمل الفيلم، المخرجين والمنتجين هم اللي بيجروا وراه، مش العكس. الفيلم اللي عمله محمد رمضان اللي هو كان مع علاء السيناريست والمخرج. فيلم اول فيلم ليه، اللي هو اصلا كان معمول بانتاج ضعيف جدا، تمام، ونجح وكسر الدنيا في الفيلم ده. وهو ده بداية محمد رمضان. ده توفيق من عند ربنا طبعا، وموهبة منه.
خد موهبة الفرصه. محمد رمضان مش موجودة، ده اللي أنا عايزة أقوله لك. يعني زي ما الله يرحمه الفنان عمر الشريف قال، محمد رمضان في حتة تانية. يعني تعالى، أنا معاك إن في نجوم طبعا ما نقدرش يعني نقول إن هم مش نجوم على الساحة. صحيح. هم موجودين، يعني إحنا لا ما نقدرش ننكر إن إحنا عندنا النجم الكبير أمير كرارة، الفنان العظيم أحمد عز، كل الناس، كريم عبد العزيز، يعني مش عايزين ننسى حد. بس في حتة جزء ما بيعرفش يعمله غير محمد رمضان. انت رايك ايه؟ ما انا قلت لك محمد رمضان جاي من منطقه شعبيه، امم فهو لما بيعمل شعبي هو عايش معاهم ولسه خارج منهم ولسه بيروح لهم ولسه بيودهم ولسه ليه صحاب في المنطقه بتاعته ولسه بيروح افراحهم. فلما لعب في الحته بتاعت الشعبي اكتسحها. خصوصا ان هو كمان شكله مصري، يعني البشره السمراء مع الموهبه، مع ان هو جاي من وسط الناس، مع ان الداعم الاول ليه طبعا في الاول في الاخر توفيق ربنا، ده اول حاجه، وربنا لما بيشاور على حد خلاص. صحيح. وفي نفس الوقت الجمهور بتفرق قوي يا محمد لما يكون انت مدعوم من حاجه معينه تانية، الدعم بتاعك الاساسي الجمهور. محمد رمضان الداعم الاول ليه هو جمهور. لكن هو غياب محمد رمضان مثير، وانا اعتقد ان هو اللي عاوز كده. اعتقد ان هو يمكن ليه لا، هو اللي شايف ان هو ممكن ما فيش حاجه قويه هو ممكن لا، يقدر علشان يطلع بيها. الدراما لما تشتغليها كل سنه ممكن توقع. فانت مش شاطره. كل اللي بيشتغل دراما كل سنه مش انجح تفكير. طب ما عندك ياسمين عبد العزيز سوبر ستار، طب مهما بتعمل فنانه يعني بتاعتنا اللي هي رقم واحد. ليه مثلا احمد عز يشتغل دراما سنه ويريح 3؟ انا بشوف ان احمد عز تفكيره مختلف، معرفش ده صح ولا غلط، بس هو تفكيره صح. احمد عز سمارت طبعا، يعني الفنان بتاعنا السمارت اللي هو اللي احنا مميزين بيه، يعني شكله، ستايله، اداؤه، تمثيله. لما بينزل فيلم العارف مثلا، اي فيلم لاحمد عز، انت بتشوف السينما بتبقى عامله ازاي، شباك التذاكر بيبقى عامل ازاي. مدرسه احمد عز وكريم عبد العزيز ونجوم كتار قوي على هذا، دول موجودين سواء مثلوا او لا، ان هم ما يشتغلوش كل سنه دراما. هو لو احمد عز لو ما اشتغلش 5 سنين يا باشا، هو احمد عز. احمد عز دي المدرسه بتاعته. واحمد عز مثلا السنه دي طلع مشهدين 3 مع امير كرارة، نجم سوبر ستار. انا كنت بسمي المشهد اللي في الراس الافعى امير كرارة ضابط الامن الوطني، عمرو يوسف ضابط المخابرات الحربيه، احمد عز ضابط المخابرات العامه. دوري ابطال دوري الابطال مشهد دوري الابطال، قاعدين ال3 في غرفه العمليات يا باشا. مصر يعني مصر ملكه القوى الناعمه والفن في كل حاجه. في غرفه العمليات احمد عز يقول له ده هيقع وده هيجي. وبعدين الغريبه ان المسلسل ده عجيب جدا، ان بعد ما خلص اعلنوا عن حاجه، المحاوله اللي قبضوا عليه ده، الارهابي اللي قبضوا عليه اليومين اللي فاتوا دول، بعد المسلسل ما خلص مباشره. ده يعني انا حاسس ان هو تكمله الاحداث راس الافعى. اوكي. اللي هم اعلنوا القبض عليه، الداخليه اعلنت القبض عليه، رؤيه قدام، دي حاجه معروفه يعني. فانا بشوف ان مثلا الحته بتاعت ظهورهم ال3 مع بعض دي كانت اللي هو استعراض قوه. مين الافضل بالنسبه لك؟ انا الافضل بالنسبه لي سؤال صعب بس مش هيزعل حد، بس انا عايز اعرف انت مين اكتر حد قريب ليك. انا احب احمد عز قوي، احب امير كرارة قوي، وعمرو يوسف احبه قوي. مين افضل واحد بالنسبه لك؟ انا سالت من ال3. هو افضل تمثيلا يعني؟ لا، محمد بيحبه. احمد عز وامير كرارة وعمرو يوسف. احمد عز، امير كرارة، عمرو يوسف. تمام. طب انت ايه رايك في عمرو يوسف الفتره الاخيره؟ عمرو يوسف ممثل بدأها برضو، هو كان مذيع، وانت عارفه ان كمذيعين انت سهل قوي تخشي تمثلي. ده حقيقي جدا. ده حقيقي صح. فهو عمرو يوسف من بدايته هو قعد مع نور الشريف كتير، شايفه، وبعدين عمرو بدأ يخش تدريجيا ثم نجومية بسرعة. ده عائد علشان هو شكله حلو، شكل مختلف يعني؟ تماما عن اللي موجود.
يعني انت بتشوف ان شكل الممثل بيبقى عليه عامل في النجاح؟ لا عشان عمرو تحديدا بقى عينيه فهو ايوه انا قصدي شكله انت مختلف. شايف ان الشكل عليه عامل للنجاح؟ لا هو عمرو علشان هو ربنا كرمه ان في 3 4 5 6 سنين قدر. ده تالنت. وغير كده كمان ان هو بيعرف يسوق نفسه. سواقي نفسك. هل زواجه من كندا اضاف له كتير مثلا؟ هو اتجوز كندا وهو نجم. هو نجم. هو نجم. بعدها اضاف له اصل كندا دي واحده من اهم الممثلات في الوطن العربي. ده حقيقي. دي كندا علوش دي يعني انثى بمعنى الكلمه. بالله انثى بمعنى الكلمه. ما فيش ست في جمالها وفي ادبها وفي تربيتها. ما هو ده بقى اللي بقوله لك، يعني هو اضافت له يعني اللي هو ايه، وراء كل رجل عظيم امرأة. والله انت عارفه انا حاسس ان كندا ادت لعمرو اللي عمره في حياته ما كان هيشوفه من حد. ده كندا انا كنت مستنيه اسمع اللي انت بتقوله بقى ده. يعني سابت نفسها، سابت دنيتها وتمثيلها وتفرغت لمشروعها وكأن عمرو هو المشروع بتاعها. شفت بقى، انا ما قدرتش اقول هتقولي انا يعني منحازه للمرأة، عشان كده انا يعني عايزه اقول ده، ان حتى لو عمرو يوسف نجم، بس لا، ممكن حد يدخل حياتك يبوظها ويجيبك ورا، ممكن حد يدخل حياتك يعليك حتى لو انت نجم. بص انا بحكم ان انا عارفهم قوي وكندا صاحبتي قوي وعمرو صاحبي قوي، فانا عشان كده عارف. بس في ناس كتيره ما تعرفش. لكن لا كندا احنا برضو بنشوف كندا وحبها بيبان في الصور، في لما بيجي يتكرم وهي واقفه في ظهره وبتصوره. لا 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 لا، كندا في حته تانية كمرأة، يعني كمرأة مش فنانه، لا هي وقفت ورا عمرو يوسف كتير. ست طيبه قولا وفعلا. طيب عايزه بقى اروح لمسلسل المتر سمير. الحقيقه انا المسلسل اكثر من رائع، بس متضايقه انه ما خدش حقه. ده يعتبر المسلسل الكوميدي اللي حصل في رمضان ده رقم 1. كريم محمود عبد العزيز عامل اداء رهيب 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 رهيب، والفنان محمد عبد الرحمن توتة. ايه العظمه دي، ايه الدور الهايل ده، وايه التمثيل يعني تمثيل بجد. بتفرج على فنانين بجد. ناهد السباعي بجد، انا يعني مساحه الدور بتاعتها كانت لطيفه بس مش كبيره قوي، ولكن ناهد ممثله عظيمه. سلوى خطاب عامله الدور كما قال الكتاب. المسلسل ضحك من اوله لاخره. طب تعالى بقى اكلمك عن السيناريو. اللي كاتب سيناريو المسلسل ده عبقري. كل جمله، كل مشهد انت بتتفرج عليه بتضحك. طيب هل المسلسل هدفه كوميديا بس؟ لا، تعالى رسالة قوية جدا 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 للمشاكل الأسرية اللي بتحصل، والحضانة بتاعت الأطفال، وازاي الأب بيتعذب، وازاي القانون لازم يتغير. طب الميكس ده يا محمد، ركز معايا، الميكس ان يبقى فيه كوميديا محترمة، ان يبقى فيه قضية فيها مناقشة بتناقش قضايا مهمة، والمسلسل ما ياخدش حقه. ده عائد على ايه؟ ما هو عائد على الزحمة. ما احنا ولا التسويق؟ لا زحمه. طب خلي المتر سمير ده ينزل كده في اوف سيزون يكسر الدنيا. طب ما ده غلط. طب ما هو ده برضو يطرح سؤال، ان انا دلوقتي زي كريم كده مثلا، حد تعب في مسلسل بالشكل ده، تمام، واتصرف عليه انتاج، والممثلين عملوا اللي عليهم، والسيناريو رهيب رهيب اقسم بالله. كل مشهد، وانا بقول من مكاني هذا، كل مشهد، كل كلمه اتقالت انا بحيي السيناريو والحوار. الاخراج رهيب. انت عايز تقول لي ان حاجه زي كده ما تحبطش؟ طب ما هو كتير قوي بيتظلموا في رمضان، مسلسلات كتير جدا بتتظلم في رمضان. طب هل شايف ان الخناقات اللي حصلت بين الفنانين هي اللي عملت الزحمه دي؟ لا الزحمه دي مش الزحمه في العدد، بس القنوات دلوقتي هي اللي بتطلب العدد ده. زمان ايام القناه الاولى والثانيه والثالثه كانوا هم 3 مسلسلين ومصر كلها بتشوفهم، مصر تمام. كلها حلو. دلوقتي كل قناه عاوزه تبقى عندها حصري. فهو الانتاج زاد ليه؟ لان كل حته انا عاوز ده حصري عندي، فانا بعمل ده ليهم. وقنوات MBC تنتج لوحدها، والمتحده تنتج، والشركات الخاصه بتنتج. فاصبح في زحمه. هل ده بينفع الصناعه؟ لا، ما بينفعش الصناعه. انا يعني زعلانه ان هو ما خدش. ينفع الصناعه قوي لو انا عملت كل شهر 10 مسلسلات، 10 مسلسلات
كل شهر. يعني قصدك ان مثلا فنان زي كريم محمود عبد العزيز ده نجم سوبر ستار صف اول، يعني يقول لا انا مش هدخل السباق، انا هعرض بعد رمضان؟ طب ازاي يبقى كريم محمود عبد العزيز بهذا يعني فنان كبير بحجمه يبقى خايف يدخل السباق ما رمضان؟ هو ملهاش علاقه بالخوف بقى، ليها علاقه لا ان ازاي يقول انا مش هدخل السباق رمضاني؟ كل مسلسلات الاوف سيزون بتنجح، ايوه بتحقق مشاهدات يقل تاريخيه. ايه المسلسل ده عن المسلسلات اللي اتعرضت يا محمد عشان انا تقولي مش لا انا ما ادخلش السباق انا مش الرمضاني؟ بتكلم على مسلسل، يعني انا هدخل السباق، انا السباق الرمضاني استخناقه بين الفنانه ياسمين والفنانه مي عمر ومحمد سامي ومش عارف ايه والكلام اللي لا بيحصل الحاجات ده. الخناقات دي لحظة ده بس. السبايسي. ايوه لا دي السبايسي هل بتاعت المفروض ان واحد زي كريم يقوم يعمل له خناقه مثلا؟ لا ما امال ايه؟ مش اولا كريم السنه اللي فاتت كان عامل مسلسل في رمضان، كريم ما فيش كلام عليه كنجم، نجح وعمل ما فيش كلام عليه كنجم يا محمد. انا بكلمك على المسلسل. انت شايف ان النجاح دلوقتي لازم اعمل له السبايسي اللي انت بتقول عليه؟ رغم ان في مسلسل اتعمل زي ده ما فيهوش غلطه، متر سمير ما فيهوش غلطه، مش عارفش طلع ولا اخراج ولا سيناريو ولا تمثيل ولا غلطه، اتفرجت مشهد في الاخر الجمهور هو اللي بيروح للي حابب يتفرج عليه. الجمهور هو في جمهور يتفرج عليه طبعا طبعا، وانا واحده منهم وانت كمان وكلنا بس اللي بيقدر الفن وبيفهم فيها. بس انت قصدك ان هو ما طلعش ترند يعني؟ بالظبط، الله ينور عليك. ما هو ده بقى هو بيشتغله بس ملوش فيه. انا عملت شغلي وخلاص الحمد لله. لما يبقى عندك ده المسلسل رقم 1 في الكوميديا ما ينجحش ويطلع ترند؟ بس خلي بالك ان مصطفى غريب المسلسل ومحمد دياب هي كيمياء مش معترضه طبعا طبعا من ايوه، بس انا بتكلم ان في هدف من المسلسل ده، انت فاهم؟ ان انت تجمع بين كوميديا، تجمع بين تمثيل، تجمع بين سيناريو، تجمع بين قضيه مهمه جدا بتهم المجتمع المصري. ففي وسائل اتجمعت، يبقى نجاح لازم يبقى فيه رقم 1 وترند. ده ما حصلش علشان زي ما قلنا اولا المسلسل ناس كتير شافته لكن ما كانش حواليه ضجه. ما انا ده سؤالي بقى، ما دخلش الخناقه اهو. يعني المفروض كريم يصحى الصبح في المسلسل بعد حلقتين ايه ده مش عارف ايه، اطلع اعمل خناقه عشان انجح. ما هو شئنا ما بين السوشيال ميديا والترند والحاجات دي بقت موجوده. يبقى عيب تسويق وماركتنج؟ لا مش عيب تسويق، ممكن يكون سؤال كويس جدا. انت عارف انا زعلانه ليه ان المسلسل ما طلعش ترند؟ علشان المسلسل ما فيهوش اي اسفاف. مسلسل بيناقش قضيه، فحابه ان احنا عندنا فن وسينما كويسه، سوري فن دراما كويسه تطلع ترند والوطن العربي كله المفروض يتكلم عنها. ما هو على النقيض ريهام عبد الغفور، حمزه العيلي، حمزه، الاثنين ايه ده غمضوا عينيهم ونجحوا، مثلوا رقم 1. الفنان حمزه انا بشوفه عنده تعبيرات في وشه مش موجوده عند اي حد. بيعرف يبقى في لحظه الغضب كده يقلب انسان عادي في نفس اللحظه. شكل وشه وتمثيله واداؤه مختلف عن اي ممثل. مسرح وموهبه. مسرح شكل. بصي طالما طالع من المسرح هو في حته تاني. بس المسلسل طبعا هو الدور بتاع حمزه رهيب، مثله تحفه. ايه رايك في نهايه المسلسل؟ ما عجبتنيش. بصي اصل موضوع نهايات المسلسلات دي بتبقى رؤيه واضحه ما بين المخرج. يعني اخر 3-4 حلقات كده كان فيهم مط والنهايه مش واقعيه برضو، ان هي توصل لمرحله. يعني في مشاهد كده زهقت، اللي هو مش هقول انا امك، اتعادت كتير، انا مامتك لا خلاص. ممكن السيناريو يخلص بطريقه اخرى، خصوصا ان هي متاخد عن قصه حقيقيه. ما هو في الاخر السيناريست لما بيجي يحط خيارات النهايات بيقعد يشوف ده عشان كده الحلقه الاخيره بتفضل اخر 3 حلقات يا محمد رايك فيهم ايه؟ لا هو المسلسل طبعا ولا جدال على اداء ريهام عبد الغفور ولا حمزه ولا اي حد داخل الفن. سماح انور ايه هايله، ايه ده، بعشق سماح واحد انور. من اهم ادوار اللي عملتها سماح انور في المسلسل ده حقيقي. سماح انور كمان يعني هي اكبر من احنا نتكلم عنها. فصيله الموهوبين بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هم دول ريهام عبد الغفور، حمزه العيلي، سماح انور، حتى المخرج، حتى السيناريست. انا بحس ان هم كانوا كلهم مجتمعين. ربما يكون خلفهم التوفيق في شويه حاجات، لكن هم قدموا عمل نموذجي من غير خناق، من غير ان انا اطلع ترند وطلعوا ترند.
وخلي بالك كمان في دور على الممثلين انهم بيساعدوا التيم. انا بقى معايا ممثل شاطر زي حمزه اقدر العب بيه كده ويغير لي تعبيرات وشه في لحظه. شفت لما الولد راح له البيت فتح قال له انا عارف ان انت مش ابويا ومش الحضن اللي هو حضنه له هو مش ابنه بس هو اللي رباه. تعبيرات وش حمزه فنان من الدرجه الاولى، سوبر ستار. ما بقول لك حمزه ده من فصيله الموهوبين ده بجد. كل ما هو خارج من المسرح فهو ممثل. طب تفتكر ليه ما بيبقوش نجوم صف اول؟ ما هو ده بقى الحمد لله اللي انا حاسه ان الخير هيجي لحمزه من المسلسل ده، لان ربنا كرمه. طب ودوره في المداح ايه يا عم؟ مثلا بس موت دوره في المداح مع حماده هلال رهيب. بس في نرجس تحديدا هو المسلسل ده اللي هيودي حمزه للبطوله المطلقه. تفتكر هيبقى فيه بطوله مطلقه؟ طبعا. تمام. وفي اليومين دول قعدات وكلام والله طبعا. طب حلو. ما خلاص ما انت يستحق بجداره كمان. ما انت طالما الجمهور شاف ان انت خلاص انت كلنا حابينك كلنا وي لا هتبقي بطل زي عصام عمر. وخلي بالك لما يبقى بطل ونجم صف اول هيبقى طلع بدراعه برضه زي ان هو ما زي عصام يعني عمر. هو اجتهد على نفسه وهو يستحق لان عنده موهبه، عنده في شخصيته وشكله حاجات مش موجوده، نفس يعمل ادوار ما حدش عارف اللي حصل مع حمزه او اللي حصل مع عصام عمر هيحصل مع حمزه. عصام عمر قعد 8-9 سنين في المسرح ما حدش يعرف. وإذ يشاء السميع العليم بالمسلسل اللي هو ال15 حلقة اللي عمله اللي هو اللي كان طالع دكتور ده. يا جماعة احنا عندنا ممثل ايه ده هاتوه عظمة. فخلاص ما هو عصام عمر مسرح. فالمسرح ده بقول لك هيعمل كل حاجة. طب هل انت شايف يعني المسرح ده عامل بس موهبة برضو يا محمد؟ يعني احنا برضو دايما بنتكلم ان في ناس مثلا بيدرسوا بياخدوا ورش، حتى في ناس خارجين اعلام مبقاش عندهم الموهبة. خلي بالك. بص انا اقول لك على الموهبة بتفرق. انا اقول لك على حاجة. وسمات النجومية طبعا. سمات النجومية محمد، انت ممكن تبقى شكلك قمر وممكن تبقى فظيع وبتلبس كويس لكن ما عندكش الكاريزما. صحيح. ما عندكش كاريزمة النجومية. دايما يقول لك ايه، بص عنده سمات النجومية دي مش بالحلاوة خالص ولا بشكلك ولا الراجل مش لازم دي من عند ربنا. لا لكن الراجل والست على فكرة انا بتكلم على لكن بمناسبة الموهوبين انا هروح لواحد من اهم الجوهرجية، احنا مسمينه الجوهرجي. مين؟ خالد جلال. خالد جلال ده مركز الابداع الفن في الاوبرا. حلو. كل نجوم الصف الاول اللي بتشوفوهم دلوقتي ميرنا جميل كل دفعة قهوة سادة. خالد جلال ده بياخدك سنة مش ورشة يومين ونص. مش يومين. ايوه سنة كاملة قاعدة شغالة على المسرح وفي خلال السنة دي بقى بيعمل عرض. حلو. العرض ده مش بيعرضه مثلا اسبوع، ده ممكن يعرضه 2-3 وكل يوم نجوم مصر جايين يتفرجوا عليه عشان يقدر يسوق الولاد دول. فخالد جلال ده جواهرجي الفن المصري اللي بجد. ولو في 15 ولا 10 من خالد جلال دول كنت هتشوفي كل الموهوبين، لان كل الموهوبين. محمد فراج طبعا ده موهوب. محمد فراج ده خريج ايه؟ لا فنان. حمزة. بيومي فؤاد. ميرنا جميل. يعني قصدك الموهبة محتاجة انك تشتغل على نفسك. الموهبة محتاجة واحد يسقلها وياخدها كده يلمعها صح ويحطها في الفاترينا. الله ينور عليك. الدعم فاترينا. عشان كده بقول لك الجواهرجي خالد جلال هو عامل اجيال. اقسم بالله انا اصلا ما اقدرش اقول لك دلوقتي افتكر مين ولا مين ولا مين ولا مين. طيب هروح لحد النجم والفنان العظيم اللي عامل دور في المداح، الفنان فتحي عبد الوهاب. يا اخي عامل مشهد مش راضي يخرج من دماغي. وهو بيغني للاطفال
عامل بقى ماسك بلياتشو مش عارف ايه وهو بيغني. قسما بالله يا محمد انت لو شفت الاغنيه دي، يمكن انا مش عارفه زي ما طلعتش ترند على السوشيال ميديا، فتحي عبد الوهاب تعبيرات وشه في التمثيل، ايه يا باشا العظمه دي، انت ازاي. انا قاعده بتفرج على الاغنيه دي داخل المسلسل لقطه كده مع الاطفال، فهو عاملين له ماسك بلياتشو، هو طبعا المفروض ده طالع بدور شيطان فمرعب. فازاي بقى عارف يعمل الميكس انه مرعب وفي نفس الوقت الاطفال بتضحك. انت متخيل يا محمد المشهد؟ انت مستوعب المشهد ده لفتحي عبد الوهاب عامل ازاي؟ مين في مصر يعرف يعمل اللقطه دي، انه يقدر يجمع فيه بلياتشو مع ان هو شيطان مرعب والاطفال في نفس الوقت بتضحك وعايزاه؟ فتحي عبد الوهاب عظيم، ممثل عظيم وعبقري. بالاضافه الى ان مسلسل المداح ليه جمهور كبير جدا. فنان حماده هلال الناس بتعشقه لانه هو عامل مسلسل لا فيه اسفاف ولا في اي حاجه خارجه ولا في اي مشهد ينفع نقول انه هو غير لائق. لا، مسلسل يعرف يدخل اي بيت مصري. بس كفايه بقى المداح، كفايه كده، بنحبه، كفايه المشروع. بعشق حماده هلال. لا. وبعشق مسلسل مداح، لا، والفنان فتحي عبد الوهاب رهيب. المشروع ده كفايه بقى. يعني انا رايي، وانا بتهيألي ان حماده ان شاء الله السنه الجايه هيغير. يعني طب ليه انت عايز تحرم الجمهور من المداح؟ لا، ما خلاص يعني طب احنا عايزينه. احنا لا ادخل شوف السوشيال ميديا عند حماده هلال، انا عنده عارف جمهور بيور. حماده هلال ما بيشتغلش لجان، احنا ممكن حماده هلال بينجح لوحده. احنا ممكن نشتغل حاجه تاني، فكره جديده. ما خلي بالك كل ما هو جديد ممكن ينجح اكتر. طب ما نقعدش نعمل طب ما هو ناجح 10 سيزون. لا، طب ما هو ناجح. احنا عايزينه. الجمهور في الكومنتس بيقول انه بيستنى المداح بفارغ الصبر. هو حماده هلال ليه ناسه، ليه جمهوره، ولو عمل غير المداح برضه هينجح والله. كده هينجح. حماده هلال كده سوبر ستار، هينجح في اي حاجه لانه فنان محترم، بيحترم عقليه المشاهد، بيحترم البيوت المصريه. صح؟ تتفق معايا اكيد. طبعا. كلمني بقى عن فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب واحد من الناس الموهوبه جدا. بس هرجع ليكي لما جيتي قلتي لي في ناس عندها سمات نجوميه. انا لغايه اللحظه دي دايما كنت اسال هو ليه ما بيعملش بطوله، ليه ما بيعملش مسلسل باسمه؟ ليه؟ لان فتحي شاطر قوي. قوي، حط تحت قوي دي 100 خط. صح. لكن في حته ناقصه فيه، ما تخلوش يبقى بطل. ايه هي محمد يعني والله بصي انا مش شايف حاجه زي كده. يعني انا مش شايف ان في حاجه ناقصه. بس خلي بالك فتحي بياخد ادواره مساحه كبيره قوي في افلامه وفي بس انا بتكلم على البطوله اللي يبقى زي النجم حماده هلال يشيل مسلسل يعني. لوحده. شوفي بعد كل عمر ما فتحي عبد الوهاب دخل في مسلسل وما نجحش. عمره ما عمل دور اي كلام. ورغم كل ده عمره ما عمل بطوله مطلقه. اقول ما يمكن يكون ما عندهوش الداعم اللي بيدعمه عشان يبقى في بطوله مطلقه. انا نفسي مستغرب. ما فيش مخرج شايف او هو كونكشنز بتاعته. معلش يا محمد خلينا نتكلم بصراحه. يمكن فتحي عبد الوهاب من اكبر زي ما انت قلت الفنانين، لكن الدعم مهم، ان انت يبقى في انتاج يسند لك انك تبقى بطل. لان انا مش شايفه ان فتحي عبد الوهاب ينقصه اي شيء ولا انا. فانا بقول له يبقى الدعم خلاص، الدعم نشوف الدعم. يعني احنا بنناشد طبعا من مكاننا ده ان لا، لازم فتحي عبد الوهاب ياخد بطوله مطلقه. حرام انه على الاقل يجرب. اكيد العيب مش من عنده. ما انا بقولك على الاقل مش ناقصه حاجه. على الاقل يجرب. يبقى انت عندك انتاج لازم يعمل. طيب اروح بقى كمان لياسمين عبد العزيز.